ازيكم عاملين ايه؟ في الفترة اللي فاتت دي ظهر ناس كتيرة قوي ومن زمان على فكرة الموضوع ده، ان الناس تقعد تقول لك الفراخ البيضاء مليانة هرمونات. اولا يا جماعة احنا جايين النهاردة نعرفكم يعني ايه الفروقات ما بين انواع الفراخ المعينة، وما بين كمان يعني ايه فراخ واخدة هرمونات. الفراخ يا جماعة في دورة حياتها او في دورة التربية، المربي بيحسبها باليوم، دورة الانتاج بتتحسب باليوم، لان كل يوم زيادة بيبقى فيها تكلفة زيادة عليه. اولا في حاجه اسمها الفراخ البلدي بتاعتنا او اللي هي الفراخ الفيومي، دي بتبقى فراخ قليله اللحم وبتبقى رشيقه جدا ونشيطه جدا، تحس انها بتجري على طول. فدي طبعا عامله زي الراجل الرياضي كده، تلاقي ايه لحمها قليل ودهنها قليل وبتاخد وقت كبير قوي في السوا. بعد كده احنا بدانا نستورد انواع معينه في الفراخ، اللي هي الفراخ البروتا، اللي هي الفراخ الانجليزي، اللي هي الفراخ اللي هي البيضه، والفراخ اللي هي الحمراء اللي هي بتاكل وتقعد ما بتجريش. فدي طبعا بترمي لحم على مدار وقت قليل قوي. اولا يا جماعه لو احنا بصينا المزارع بيبقى